السلام عليكم، معكم فيصل. اليوم جيكم شرح كيف تشتري من امازون بالتقسيط ايفون 15. الطريقة جدا سهلة ومرة بسيطة، بس ركز معي. ويلا اول شي نخش زي ما تشوفون على امازون. راح يجيك بالواجهة الرئيسية، لان الحين متوفر الايفون طلب مسبق، او راح تكتب في البحث ايفون 15 وراح يطلع معك. زي ما تشوفون نضغط على الايفون 15، يعني نختارها القائمة ذي. وزي ما تشوفون هنا راح يطلع لك جميع انواع الايفون، من ايفون العادي، ايفون بلس، ايفون برو ماكس زي كذا. وانت تجي تختار الجهاز اللي تبغاه. على شرع احنا ذا راح نختار ايفون 15 زي ما تشوفون الازرق، راح نحدد عليه. بعدين زي ما تشوفون هنا على طول نجي طلب مسبق او تضغط اضافة السلة اذا كان الايفون متوفر عادي، يعني بعد ما يخلص الطلب المسبق يكون متوفر باذن الله. يعني بعد 20 يوم الى شهر تقريبا راح يتوفر الايفون. راح تضغط اطلب مسبقا الان، اضغط عليها زي ما تشوفون. وبعد هنا راح تطلع لك عند الخيارات، ويجيك هنا اشتري الان وادفع لاحقا خدمة مع تابي. زي ما تشوفون تقدر تقصر على 6 اشهر زي ما تشوفون. بعدين تختار المدة، خلاص كذا اخترت الجهاز. ثم تابع طلبك للمراجعة. بس في نقطة مهمة، في شروط معينة في تابي لازم تعرفها، ونقاط كثيرة في تابي يجب عليك معرفتها قبل انك تشتري منه الخدمة ذي. باذن الله الحين راح يطلع لكم شرح شروط تابي وكل شيء. تابع المقطع للنهايه، راح اشرح لك جميع التفاصيل حق التابع وطريقه التسجيل وكل شيء، عشان باذن الله تقدر تشتري ايفون 15 بالتقسيط بشكل مباشر بدون اي فوائد. والمده تصل ل6 شهور بدون اي فائده، بنفس السعر اللي طالع عندكم بالضبط راح تشتريه. يلا خليكم مع شرح شروط تابي. شروط خدمة تابي. الشرط الأول إن تكون أنت ساكن في المملكة أو الإمارات أو البحرين أو الكويت أو مصر. هذه الدول الموجودة حاليا اللي تدعم خدمة تابي. الشرط الثاني أن يكون عمرك 18 وفوق. يعني إذا عمرك أقل من 18 ما راح يقبلك خدمة تابي، أو ما يمديك أصلا تسجل في تطبيق تابي. والشرط الثالث أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني. أتوقع أن الجميع لديهم حساب بريد إلكتروني اللي هو الجيميل. لازم يكون عندك إيميل باختصار. الشرط الرابع أن يكون لديك رقم هاتف محمول نشط مسجل باسمك. لازم يكون عندك رقم جوال، والرقم الجوال هذا يكون باسمك أنت الشخصي. حلوين. الشرط الخامس أنك تقدم جميع المعلومات والوثائق اللي تطلبها خدمة تابي. باختصار هم راح يطلبون منك بيانات كثيرة. البيانات الوحيدة المهمة اللي راح يطلبونها منك هي شيء واحد، اللي هو تعطيهم رقم هويتك وتاريخ ميلادك. وراح تجيك رسالة عن طريق أبشر. والرسالة ذي تدخلها، يعني راح يجيك كود من 4 أرقام راح تدخله، وكذا بكل بساطة وثقت حسابك في تابي، وتقدر تشتري من أي شيء تبغاه من تابي. التأخير عن السداد. وش يصير إذا تأخرت عن السداد؟ باختصار إذا تأخرت عن سداد خدمة تابي راح تجيك عليك رسوم تأخير. الرسوم التأخير زي ما تشوفون مكتوب عندنا أنها راح تقدم، المبالغ اللي ياخذونها من رسوم التأخير ما ياخذونها كأرباح، راح تقدم إلى الجمعيات الخيرية. هذا أول شيء. ثاني شيء رسوم التأخير، إذا تأخرت يوم واحد، يعني خلينا نفرض أنه مطلوب منك أنك تسدد القسط حقك يوم 10، أنت أخرت يوم واحد اللي هو صار يوم 11. اول ما نخش في يوم 11 راح تكون رسوم التاخير عليك 15 ريال فقط. اذا تاخرت 14 يوم زياده فوق يوم 11، يعني صار اليوم مثلا يوم 25، راح تكون رسوم التاخير 45. راح يضيفون لك فوق ال 15 30 ريال. واكرر ان الرسوم ذي اللي تاخذها تابي راح تروح للجمعيات الخيريه، اوكي؟ يعني ما راح يكسبون منها، لان تابي يعتمد على الكسب. الارباح حقته ياخذها من التجار، ما ياخذها من العملاء. والحين ننتقل الى طريقه التسجيل في خدمه تابي. طريقة التسجيل في تابي مرة سهلة ومرة بسيطة. أول شيء راح تلقون عندكم مثبت في أول تعليق وفي الوصف الفيديو، راح تلقون رابط التسجيل في تابي. إذا سجلت من رابط الدعوة حقي راح يجيك مكافأة 25 ريال رصيد في تابي مجاني بعد أول عملية شراء. بعد ما تسوي أول عملية شراء على طول راح تنضاف لك 25 ريال. زي ما تشوفون بعد ما تضغطون على الرابط الموجود في الوصف راح يطلع لكم هنا موجود اسمي فيصل العنزي بالدعوة. تضغط على العلامة ذي زي ما تشوفون الكلمة السوداء، تضغط عليها للتسجيل. بعد هنا راح يطلب منك بس رقم جوالك، تسجل رقم جوالك، وراح يطلب منك الإيميل. بعدها يوم تأكد ذي البيانات راح تجيك رسالة نصية على رقم جوالك، وخلاص تدخل هذه الرسالة النصية، وراح تجيك رسالة ان تم التسجيل ولك مكافأة 25 ريال بعد اول عملية شراء في تابي. والحين ننتقل لتطبيق تابي. والان نبدأ شرح تطبيق تابي. بكل بساطة يوم تحمل تطبيق تابي راح تلقونه موجود حتى في الوصف ومثبت في اول تعليق. ندخل على تطبيق تابي، ثم نروح عند الملف الشخص زي ما تشوفون تحت على اليسار. ثم نضغط على تسجيل الدخول او انشاء حساب. بعد هنا بكل بساطة تضيف رقم جوالك.
بعد ما تدخل رقم جوالك، واهم شيء انك تكون مسجل عشان يجيك الرصيد اللي 25 ريال من الموقع حق تابي اللي شرحته قبل شوي الطريقة. وزي ما تشوفون اول ما سجل دخول في تابي على طول نروح عند المعلومات الشخصية. زي ما تشوفون هنا الهوية الوطنية لم يتم التحقق، لازم تضيف هويتك الوطنية، او اذا انت كنت مقيم تضيف الاقامة حقتك عشان تقدر تسجل في تابي وتقدر تستفيد من تابي، يعني لان ما راح يوافقون عن اي عملية اقصاد الا انك تضيف الهوية حقتك. اضافة الهوية مرة سهلة وبسيطة، نضغط على اضافة. زي ما تشوفون اول خيار راح يطلب منك الاسم بالكامل، تقدر تكتب اسمك بالعربي او الانجليزي ما راح يفرق معهم. ثاني شيء تكتب رقم الهوية او الاقامة، واخر شيء تاريخ الميلاد. بعد ما تعبي البيانات كاملة تضغط على قم بالتأكيد البيانات، بعدها راح تجيك رسالة عن طريق ابشر وتدخلها. وكذا بكل بساطة بعد ما تجيك رسالة وتكتب الرقم اللي يرجاك الباركود، كذا بكل بساطة راح توثق حسابك في تابي وتقدر تاخذ اقساط الحين على طول. بس حبيت انبه تنبيه بسيط ان ما يمديك تسوي اكثر من حساب في تابي. كل شخص له حساب واحد في تابي اللي هو انك تربطه في هويتك. اوكي، الحين انا راح اخش على حسابي الشخصي وبوريكم كيف تاخذ اقساط وكيف تتم العمليات الاخرى. وبعد ما غيرت حسابي زي ما تشوفون راح ابدا بشرح التطبيق كامل. زي ما تشوفون من القائمة تحت تسوق، هذا الخيار راح تلقى كل في التطبيقات المشاركة او المواقع المشاركة بخدمات تابي اللي تقدر تقسط فيهم، وبعض الخدمات ما تقدر تقسط فيهم. تقدر تسترد فلوس، يعني تقدر ترجع، يعني مثلا شريت 100 ريال ممكن ترجع 10% من رصيدك اللي هي 10%. إذا تبوني أشرح هذه راح أشرحها لكم بعدين، بس اكتبوا لي في التعليقات. المهم الحين خلينا نركز على اقساط تابي، كيف تاخذ قسط في تابي. الطريقة مرة سهلة ومرة بسيطة. زي ما تشوفون تحدد المتجر اللي تبغى تشتري منه، في متاجر مرة كثير، تجي تختار المتجر اللي تبغاه. وبعد ما ننتهي من عمل حساب في تطبيق تمارا ونفعلها بالهوية، نيجي الآن نروح إلى تطبيق أمازون أو الموقع حق أمازون، يمديك تشتري منه بالتقسيط. بس أنا راح أشرح من الموقع أسهل لي في التصوير وزي كذا، بس يمديك تشتري من التطبيق، راح أشرح لكم كل شيء. أوكي، زي ما تشوفون لو ننتقل إلى موقع أمازون زي ما تشوفون طالع عندكم الآن. زي ما تشوفون اشترى الآن وادفع لاحقا تابي. زي ما تشوفون لو ننزل هنا شوي هذه طريقة الأقساط حق التابي. هم حاطين مثال هنا 1200 ريال على مدة 4 شهور، تسدد كل شهر 300 ريال. الشهر الأول 300 وباقي الشهور كلها 300، بس تدفع أول شيء 300 ريال. حلوين. والخطة الثانية اللي هي 6 شهور زي ما ذكرت لكم، هي 6 شهور والفائدة صفرية بدون أي فوائد. في نفس الوقت تدفع 200 ريال مدة 6 شهور، تدفع الآن 200 وكل شهر تدفع 200 مدة 6 شهور لين تسدد جميع الأقساط. هذا باختصار مثال عملي كم الفوائد. ما في فوائد باختصار في تطبيق تمارا. في نفس الوقت كم راح تدفع كل شهر. والافضل صراحه من وجهه نظري انك تاخذ على 6 شهور لانها اسهل لك بالتقسيط وزي كذا. ثاني شيء زي ما شرحت لكم قبل شوي، يمديك تدفع اكثر من دفعه مع بعض. او اني بحط لكم في الوصف بعد شرح كيف تدفع اقساطك في تابي. تقدر تدفع دفعتين مع بعض، 3 دفعات مع بعض، اللي يناسبك. اوكي، كيف تاخذ الاقساط باختصار؟ زي ما تشوفون تحط في العربيه المشتريات عندك اي منتج تبغى تشتريه زي ما تشوفون، ثم تروح تابع عمليه الشراء، يعني تكمل البيانات حقتك لين تجي عند الدفع. اوكي، يوم تجي عند الدفع زي ما تشوفون هنا مضاف لنا خيار جديد اللي هو اشتري الآن وادفع لاحقا مع تابي. باختصار هذا الخيار تحدد عليه. زي ما تشوفون راح يقسم لك المبلغ على 4 شهور. مثال، يعني هو مو طالع عندي خطة 6 شهور بسبب ان المبلغ بسيط، لو المبلغ اكبر من كذا كان طلعت لي 6 شهور. اوكي، بعد ما نعدد الخدمة ذي خدمة تابي، نضغط استخدام طريقة الدفع هذه. بعدين زي ما تشوفون هنا راح يطلب منا بس ادفع الحين ربع المبلغ اللي هو 25% من قيمة المبلغ. ثم بعد ما تضغط على متابعة الطلب راح تجيك رسالة نصية على رقم جوالك من خلال تابي، وبس هذا الكود تدخله وبكل بساطة تدفع بالباي أو البطاقة البنكية حقتك وتقدر تاخذ المنتج من أمازون وخلاص. يعني أنت ما تدخل في أمازون، اللهم أنك تجي تسدد في تابي مثل ما شرحت، وتلقون رابط الشرح في الوصف إن شاء الله. ثاني شيء وهذا الشيء جدا مهم، إذا سجلت من رابط من خلال الرابط الموجود في الوصف أو مثبت في أول تعليق تقدر تجيك 25 ريال بعد أول عملية شراء. وبس نوصل نهاية المقطع. أتمنى ما تنسوا اللايك واشترك بالقناة، ويلا مع السلامة.